اهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقه تكسيات الارضيات، واللي هنتكلم فيها عن انواع جديده من تكسيات الارضيات. اول نوع هنتكلم عنه النهارده هو الباركيه. الباركيه موجود منه نوعين، باركيه طبيعي وباركيه صناعي. اول حاجه نتكلم عنها الباركيه الطبيعي، واللي طبعا من اسمه بيصنع من الاخشاب الطبيعيه زي الزان والقرو والسنديان والبامبو. من مميزات الباركيه انه طبعا بيضيف للمكان اناقه ودفء، لانه بيتميز بالوان الخشب، ومعروف طبعا انه دايما الخشب بالباترن بتاعته والالوان بتاعته بتضفي دفء على المكان. كمان هو عازل للصوت والحراره، عكس بالظبط ما كنا بنقول في ماده السيراميك والبورسلين ان هم بيسببوا بروده بالذات في فصل الشتاء. بالعكس الخشب بقى بيسبب احساس بالدفء حلو جدا. هو من الخامات المناسبة جدا لغرف النوم وغرف المعيشة والمكاتب. كمان من أهم مميزاته أنه بقدر أستخدم فيه أي لون أنا عايزاه من ألوان الخشب بدرجاته. طيب زي ما شرحنا المميزات بتاعة الباركيه الطبيعي، نتعرض بقى للعيوب بتاعة الباركيه الطبيعي. هو طبعا غالي الثمن، ودي كلمة هتلازم أي خامة طبيعية. اي خامة طبيعية علشان توصل من الطبيعة للمستهلك ده بيتكلف فلوس ومجهود كبير، وده بيكون السبب في غلو ثمن المتر بتاعها. كمان هو محتاج حرفية عالية في التركيب، مش اي حد يشتغل في الباركيه الطبيعي. كمان في عيب كبير بصراحة ان هو محتاج عناية فائقة في النظافة، محتاج استخدام ادوات ناعمة جدا، محتاج كل فترة ودي نقطة زي اللي قلناها في الرخام، محتاج كل فترة قش للباركيه ده وإعادة دهانه. هي طبعا ميزة في إن بترجعه جديد زي من الأول، بس طبعا ده بيحتاج وقت ومجهود وتكلفة. هو كمان لأنه خامة طبيعية بيتعرض أو مصنع من الأخشاب الطبيعية، ده بيخليه يتأثر بدرجات الحرارة، فبيتعرض للتمدد والانكماش، وده طبعا بيسبب مشاكل على اللونج ران. كمان بيتأثر جدا بالرطوبة والاجزاء التالفه منه، مش بس رطوبه الجو، كمان اذا كان رطب لانه في سائل اتدلق عليه، وده طبعا امر وارد جدا في بيوتنا. بيتاثر وبيتلف من وجود السائل ده عليه، وبيكون صعب جدا تغيير الجزء اللي اتلف. احيانا بنحتاج نغير الارضيه كلها، وده اكيد عيب كبير. طيب نيجي بقى للنوع الثاني من الباركيه اللي هو الHDF، وهي الواح ليفيه عاليه الكثافه. بيتم خلط نشارة الخشب الطبيعي مع مواد لاصقة وضغطها تحت درجات حرارة وضغط عالي علشان تكون الألواح اللي احنا بنستخدمها في السوق. طيب ايه مميزاتها؟ من أهم مميزاتها توافر ألوان وأشكال أكتر بكتير من الموجودة في الباركيه الطبيعي. هو كمان أقل تكلفة بكتير من الباركيه الطبيعي، سهل في تركيبه جدا وسهل في فكه. يعني اذا جزء منه تعرض للتلف انا مش مضطره اغير الارضيه كلها، انا اقدر اشيل الجزء اللي تعرض للتلف وابدله. بس برضو علشان اكون واضحه، لازم تكون نفس الشكل بتاع البلاطه بمقاسها ولونها متوفر في السوق. وده يخلينا نعمل ايه؟ ان احنا نخلي عندنا دايما كميه كده شايلينها سبير من الHDF، عشان لو جزء تلف منه نقدر بسهولة نستخدم منه الجزء اللي تالف ده. هو كمان بسبب انه خامة صناعية، واحنا بنعمل الخامة الصناعية او التقليد للخامة الطبيعية بنشوف ايه العيوب اللي تعرضنا لها في الخامة الطبيعية ونقدر نتفاداها. فالHDF معالج ضد الانكماش او التمدد، كمان معالج ضد الخدش. مش 100% طبعا، بس دلوقتي في انواع بقت الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، حتى ان واحنا بننزل نشتريها بيعملوا المكان اللي بيبيع او بيقدمها بيعمل تجربه انه بيحاول يعمل سكراتش عليها بقوه جدا، وانه ده ما بيحصلش بمنتهى السهوله. بس طبعا ده لانه بيعرض القطعه اللي قدامنا لمسألة الخربشة أو الاحتكاك لفترة معينة، إنما في بيوتنا إحنا هنفضل الاحتكاك ده يحصل طول الوقت، وإحنا بنتحرك على الخشب وإحنا بنحرك الفرنتشر علشان تبديل أماكنه أو علشان النظافة. إنما هو بتكون فعلا معالجة علشان تكون مقاومة بنسبة عالية للخدش. طيب إيه هي عيوب الHDF؟ عيوب الHDF إنه ما بيتوفرش فيه الطبيعية اللي موجودة في الباركيه الطبيعي. بمعنى ايه؟
بمعنى انه في الباركيه الطبيعي كل بلاطه ممكن نلاقي فيها كل بلاطه نلاقي فيها شكل ثمره مختلف، مكان التقطيع لانها خامه طبيعيه. انما طبعا في الاتش دي اف بتكون دي حاجه مطبوعه، فممكن نلاقي ان المكان طباعه الرسمه اللي على البلاطه متكرره، فده بيحسسنا ان هي ارتفيشال شويه. وكمان زي ما قلنا من عيوب الاتش دي اف ان هو قابل للخدش، لانه مهما اتعالج ما بيكونش 100% ضد الخدش. طيب من الاماكن المناسبه جدا لاستخدام الاتش دي اف نفس الاماكن المناسبه لاستخدام الباركيه، غرف النوم وغرف المعيشه والمكتب، علشان الجو الدافي اللي بيحققه، وكمان عزل الصوت، لانه الاماكن دي احنا بنكون محتاجين فيها لهدوء اكتر. انما هو مش مناسب ابدا في الاستخدام في المطابخ ولا في الحمامات، سواء الباركيه الطبيعي او الاتش دي اف، لانه طبعا اي ماده خشبيه بتتاثر بوجود ميه عليها بشكل دائم. ومهما دي توصيه خاصه بيا، يعني مهما قلنا انه ده اصله الاتش دي اف ده معالج ضد الميه وضد الرطوبه، هو مش افضل اختيار في مطبخ او حمام. عندنا خامات نقدر نستخدمها في ارضيات المطابخ والحمامات زي الرخام، السيراميك، البورسلين، دي تقريبا 100% ما بتتاثرش بالميه. انما مهما كانت نسبه المعالجه مش هوصل لنسبه ال 100%، فهو مش مناسب ابدا للمطابخ او للحمامات. نتكلم دلوقتي على نوع جديد من انواع تكسيه الارضيات، وهو الموكيت. الموكيت مصنع من خليط من الاصواف والبوليستر. طيب مميزات الموكيت: اولا ثمنه مقبول جدا، كمان بيوفر لي ازاي انه الغرفه اللي انا بفرشها بالموكيت او الفراغ اللي بفرشه بالموكيت مش برجع احطه في سجاد تاني، فهو كده وفر لي في اني اشتري بند السجاد. كمان هو متوفر بالوان وتصميمات كتيره قوي تخدم الالوان والتصميم بتاع المكان. هو كمان عازل للحراره، وبالذات في فصل الشتاء بيسبب الاحساس بالدفء. كمان الموكيت ثابت في مكانه، غير ان انا مثلا اعمل ارضيات عاديه واحط قطع من السجاد دايما تتحرك ودايما تكون محتاجه لعنايه واني دايما اظبطها. الموكيت بيكون ثابت في مكانه، وكمان مالي المساحه، فبيوفر لي مساله العنايه باني دايما اهتم ان كل حاجه تكون مظبوطه في مكانها. طيب زي ما اتكلمنا عن مميزاته، نتكلم دلوقتي عن عيوبه. من عيوب الموكيت ان هو بيحتاج عنايه وتنظيف دوري وتهويه، لانه زي ما قلنا هو مصنع من الاصواف والبوليستر، فبالتالي هو بيمتص الابخره والادخنه والاتربه، وكمان يطلعها تاني في الجو. ده ممكن يسبب حساسيه للاشخاص اللي بتتعامل في المكان ده، فدايما لازم يحصل عمليه شفط للابخره والتراب اللي موجود فيه. كمان لازم نحافظ عليه ضد الرطوبه او دلق اي سوائل عليه، علشان وجود الرطوبه مع الموكيت بيخليه بيئه خصبه جدا لنمو البكتيريا والجراثيم. حتى وان بقى موجود في السوق دلوقتي ومع التكنولوجيا العاليه بقى فيه انواع من الموكيت معالجه ضد مساله الرطوبه، بس برضو خلونا نتفق انه وانا بقول معالجه مش يعني 100%. وكمان انه علشان اعالج الموكيت علشان يكون ما بيتأثرش بالرطوبة بنسبة كبيرة، ده بيخليه بيحوله تاني لماتيريال غالية جدا سعرها غالي علشان احقق الصفة دي فيها. دلوقتي هنتعرض لنوع جديد من انواع تكسيات الارضيات، وهو الفينايل. الفينايل موجود في السوق على شكل رول وعلى شكل بلاطات كمان مختلفة المقاسات. نتكلم بقى عن مميزاته. من اهم مميزاته ان انا اقدر اركبه على اي نوع من انواع الارضيات عندي، سواء سيراميك، بورسلين. فده بيخليني ان انا احس ان انا جددت المكان خالص، بالذات اذا حصل تلف في الارضيات اللي تحته من غير ما احتاج تكسير او اي حاجه، انا اقدر افرده على المكان وبيتلزق. هو كمان من الخامات اللي اسعارها مناسبه جدا، ومتوفر منها تصميمات والوان كتير، سهل جدا في التنظيف، وهو غير قابل لنمو البكتيريا والجراثيم عليه. علشان كده هو من الخامات الموصى بيها والمستخدمه دايما في المستشفيات. طيب زي ما اتكلمنا عن المميزات، نتكلم عن العيوب. من اهم عيوبه انه مش بيوفر المظهر الفخم للمكان. يعني كل انواع الارضيات اللي اتكلمنا عنها قبل كده بتوفر مظهر افخم بكتير من مظهر الخامه دي. كمان هو اللون بتاعه او الطبعه اللي موجوده عليه مع كتر الاحتكاك والمشي عليه وتحريك الفرنتشر عليها للاسف بتروح بعد وقت، طبعا حسب الكواليتي اللي احنا شاريين بيها.
بس هي بعد وقت معين بتروح. هو كمان ممكن يتعرض للقطع بمنتهى السهولة، بالذات لو عدى عليه أي آلة حادة بسهولة يقدر يتعرض للقطع. نتكلم بقى عن الأرضيات الفوم. الأرضيات الفوم دي ليها برضو مميزات. زي إيه؟ زي إنها مضادة للصدمات، يعني إذا حد وقع عليها ما بيحسش بألم أو لا قدر الله يتعرض لكسر أو كذا. وعلشان كده هي مناسبة جدا للحضانات وأماكن ألعاب الأطفال وكمان صالات الجيم. كمان الفوم خامة رخيصة الثمن، سهلة التنظيف، ما بتنموش فيها البكتيريا والجراثيم، ومتوفر منها ألوان وتصميمات كتيرة جدا تخدمني وأنا بعمل التصميم الداخلي لأي فراغ مناسب إني أستخدم فيه الأرضيات الفوم. كمان هي خامة سهلة التركيب جدا، وأقدر برضو أركبها على أي نوع من أنواع الأرضيات. طيب إيه هي عيوب مادة الفوم؟ عيوب مادة الفوم إن هي بتتأثر بالرطوبة، كمان بتتأثر بأي حاجة حادة، أو إنه مثلا يتمشي عليها بشوز بكعب عالي، ده ممكن يسبب لها التلف، أو إنه أي آلة حادة تعدي عليها إن هي بتتقطع. الخامة دي سهلة القطع. كمان هي مش مناسبة أبدا إن أحطها في الأماكن الخارجية، لأنه ألوانها بتبهت مع تعرضها للشمس لفترة طويلة. يا رب تكون المعلومات اللي قدمناها النهاردة تكون سهلة ومفيدة ليكم. كده استعرضنا مجموعة كبيرة من أنواع التكسيات، قلنا عيوبها ومميزاتها علشان ده يسهل عليكم إنكم تختاروا المناسب ليكم. أحب أفكركم زي كل مرة إن زي ما احنا محتاجين التصميم الداخلي علشان حياتنا من بره تكون أسهل وأنجز، احنا كمان محتاجين نصمم أفكارنا وسلوكياتنا علشان تبقى حياتنا أريح. نصيحتي ليكم النهاردة إنه زي ما اتكلمنا وإحنا بنستعرض الأرضيات بعيوبها ومميزاتها، إنه في خامات طبيعية بنعتبر من عيوبها إنه أنا مرتبطة بيها زي ما هي اتوجدت في الطبيعة، أنا أختار من الموجود في الطبيعة. ومن مميزات الخامة الصناعية إني أقدر أحط فيها اللون والتصميم ودمج الألوان زي ما أنا عايزة. كمان ده يقدر ينعكس على حياتنا بالظبط. زي إيه؟ زي إنه أنا لازم أقبل حاجات كتيرة قوي اتفرضت عليا في حياتي زي ما هي، وأرضى بيها وأتعامل معاها وما اعتبرهاش إنه شيء بيعيبني أبدا. زي إنه الإنسان اتولد ذكر أو أنثى، زي ملامحه، زي لونه، زي أهله، زي مكان ولادته. دي كلها أمور لازم نتعامل معاها بمنتهى السلام النفسي، وما نخليهاش، ما فيش أي حد فينا يقيم اللي قدامه لا أصل ده من المكان الفلاني، ده أصله أبيض، ده أصله أسمر، ده أصله راجل، دي ست. لا، دي كلها حاجات ما تعبناش، ولا هي حتى مجال للافتخار أو للخجل. يعني أنا شايفة أن أنا ما فيش أي فخر إن أقول أنا بنت فلان أو من العيلة الفلانية، أنا اتولدت في المكان ده. أنا بس كل الموضوع إنه قدري خلاني من العيلة الفلانية، قدري خلاني لوني كذا أو شكلي كذا، حاجات أنا ماليش فيها أي يد علشان أفتخر بيها أو أخجل منها. إنما إيه هو اللي أفتخر بيه أو أخجل منه؟ لما بجد الحاجات اللي أنا المفروض أشتغل عليها، أفتخر بأخلاقي، أفتخر بتعاملي مع الناس، إن أنا شغالة على نفسي دايما إن أكون إنسان مفيد وإيجابي لكل اللي حواليا. أخجل من إني إنسان سلبي ومش قادرة أقدم نفسي لقدام أو أفيد نفسي أو أفيد اللي حواليا. هي دي الحاجات اللي تخلي الإنسان يحس بالفخر أو بالخجل. إني أطور نفسي في ثقافتي وعلمي ووظيفتي، مش بالضرورة العلم الأكاديمي، لا، عادي، في ناس أصحاب حرفة بس هو ممكن يفضل حد واقف في مكانه، وممكن يطور من نفسه لدرجة انه يكون هو صاحب شركة كبيرة جدا في حرفته دي او في الخامة اللي هو شغال فيها. دي هي الحاجات اللي حقيقي من حقي اذا طورت نفسي فيها وعملتها افتخر بنفسي واقول ان هي دي انجازاتي في الحياة، او اذا ما عملتهاش تبقى هي دي الحاجات اللي انا اخجل منها اني ما قدرتش افيد نفسي او افيد اللي حواليا. وزي ما انا مصمم خليك مصمم. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. لو في اي اسئله اكتبوها لي في الكومنت، ولو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب